مش انا اللي بيتقال لي بخ. اللي عايز يقول لي بخ يبقى عارف ان مامته وباباه دعوا عليه. بس مش هقدر اقول اكتر من كده. ازيكم؟ فزنا على كوتيفوار. قلنا لحضراتكم ان احنا هنفوز على كوتيفوار، وعملنا لحضراتكم فيديو لنقاط القوة والضعف لكوتيفوار. عشان كده انا صح. طيب شفتوا كابتن حسام حسن عمل ايه؟ شفتوا محلل الاداء الراجل اللي مش واخد حقه في الاعلام عمل ايه؟ الراجل ذاكر كوتيفوار صح جدا جدا جدا. الراجل يعني قطع للكابتن حسام حسن زي ما احنا عملنا نقاط القوة والضعف اللي اشتغل عليها الكابتن حسام حسن، اللي بنى عليها خطته واللي بنى عليها تشكيله والتكتيك كمان اللي في الملعب المركب. تحية لكل اللعيبة، حتى امام عاشور اللي لسه ما جابش 50% من مستواه بنقول له برافو برافو برافو. الراجل النهارده اشتغل بعقله، مش اشتغل بدنيا بس، لا اشتغل كمان بعقله. لما فضى نفسه في الجون التاني والكوره راحت له، ومن غير يعني خليني اقول لك ما بذلش فيها جري، يعني مجهود كبير في الجري، ولكن حطها حلو بوش رجله الخارجي عشان يطلع الكينج او يطلع الملك محمد صلاح ويحط الهدف الثالث. لان الهدف ده بصراحه يا جماعه بيمزجني جدا جدا جدا. بينم عن ايه؟ بينم عن شغل وتكتيك موجود في الملعب، بينم ان في مدير فني لمنتخب مصر واقف وحاضر. مبروك لكل المصريين، وان شاء الله استنونا هننزل لكم نقاط القوه والضعف لمنتخب السنغال. ولكن خلي بالك منتخب السنغال منتخب قوي، وان شاء الله باذن الله نكسب ونصعد ليه النهائي. لان انا مبسوط بتصريحات كابتن حسام حسن وكابتن محمد صلاح. حسام حسن قال لك احنا لسه ما عملناش حاجه، والكابتن محمد صلاح قال لك احنا مش هناخد البطوله. بيرفعوا بصراحه ربنا اولا الروح المعنويه للعيبه، بيشيلوا الضغوط من على اللعيبه. حسام حسن ذكي، محمد صلاح ذكي، وان شاء الله باذن الله نوصل للنهائي. احنا وصلنا للتوب فور. مبروك لمصر، هارد لك ساحل العاج، ولكن خلي بالك احنا الفراعنه. اسمع يا مصر، ركزوا معايا كويس. ده تيشيرت الفيلا وده جمهورنا. انتوا فاكرين انكم هتكسبونا؟ والله ولا في الاحلام. احنا جايين من ابيجان عشان نرجعكم بالقاهره زعلانين. شوف الاستاد، شوف الناس، النار دي كلها عشان نحتفل بعد الماتش بيكم مش معاكم. كرة حلوة، كرة حلوة مفيش كلام، بس زي ما سيد شيبة الله يرحمه ما كان بيقول: يا روح ما بعدك روح. يا ما راح زيك واصغر منك كمان كانوا عاملين 100 راجل في بعض. كنت متأكد إننا هنفوز، قلت هنكسب مصر بسهولة وكان كلامي غلط. أنا آسف لكل المصريين، منتخبكم يستاهل الفوز. ربنا يوفقكم في البطولة، وإن شاء الله نرجع